بعد سنوات قضاها في أمريكا عاد محمد معروف إلى الصومال ليعيش هو وأسرته في مجمع دار السلام السكني الذي يوفر له كل الخدمات الضرورية مع بيئة آمنة. يرى أن إنشاء مثل هذه المرافق شجعه هو وغيره على العودة والاستقرار في البلاد. جميع المرافق المطلوبة متوفرة في هذا الحي مثل المسجد والمدرسة والسوق والعيادة ومرافق الأطفال. أنا مسرور بوجود هذا الحي البعيد عن ضوضاء المدينة والذي يتمتع بالأمن. فكرة إنشاء مجمع دار السلام أحدثت ثورة عقارية في العاصمة، وشملت في مرحلتها الأولى بناء 500 وحدة سكنية بتكلفة وصلت إلى 20 مليون دولار. يقول القائمون عليه إنه أتاح فرص عمل كثيرة ودفع لتأسيس مشاريع أخرى. بسبب الدمار الذي لحق البلاد والحاجة إلى أحياء جديدة اتخذنا قرار تشييد مجمع دار السلام، وكانت فكرة جيدة للغاية. فإلى جانب توفير شقق سكنية بمعايير عصرية فإنها وفرت بشكل يومي 1000 فرصة عمل، كما شجعت مستثمرين آخرين على تنفيذ مشاريع مماثلة. وتتراوح أسعار المنازل في المجمع من 75 إلى 130 ألف دولار، وبخلاف أحياء العاصمة القديمة تتوفر فيه معظم الخدمات اللازمة. المعارك الأهلية غيرت معالم المدينة، والأحياء الحديثة تعيد جمال المدينة وبريقها. المغتربون يعودون بكثرة وخاصة في موسم الصيف. إذن هي مشاريع بناء دؤوبة ازدادت وتيرتها خلال الأعوام الأربعة الماضية، يؤمل منها استقطاب كثير من المغتربين الذين تقدر قيمة تحويلاتهم المالية بملياري دولار أمريكي سنويا، كما يعول عليها لتخفيف معدل البطالة المقدر بنحو 70%. تحسن الظروف الأمنية وما رافقه من انتعاش في المشاريع السكنية ساهم في عودة آلاف المغتربين الصوماليين وإقبالهم على شراء العقارات، وهو أمر قد يساعد برأي كثيرين في تحسين ظروف الاقتصاد في البلاد. عمر محمود، الجزيرة، مقدشو.